اهلا بيكم في فيديو النهاردة هنتكلم عن الصوت الداخلي. صوتنا الداخلي بيأثر قوي على افكارنا وعلى حياتنا وعلى سلوكنا وعلى كمان صحتنا النفسية، وعلشان نقدر ان احنا نتحكم فيه لازم الاول نعرف هو جاي منين. في معظم الوقت بيكون الصوت الداخلي جاي من الطفولة، الحاجات اللي كانوا بيقولوها لنا ويكرروها كتير واحنا صغيرين: انت غبي، انت فاشل، انت مش هتعرف تعمل حاجة، او انت شاطر، انت ناجح، انت هتقدر. في الاغلب الصوت ده بيكبر معانا وبيفضل في ودنا. ممكن يكون الصوت ده بيشجع، وممكن جدا يكون الصوت ده بيهدم فينا. ايه هو الصوت الداخلي؟ هو الحاجة اللي احنا بنقولها لنفسنا اوتوماتيك من غير ما نفكر في اي موقف. مثلا لو بنعمل حاجة وغلطنا فيها، على طول اوتوماتيك مخنا بيقوم قايل انت غبي، او انت كده كده فاشل. لو حسينا برفض من الناس اللي حوالينا، اوتوماتيك مخنا بيقول لنا ان احنا مش كفاية، وان احنا مش محبوبين، وان احنا مرفوضين من الناس اللي حوالينا. ده برضو بيكون من الطفولة. لو احنا في طفولتنا كنا بنتحب حب مشروط، او بنحس ان احنا مش كفاية ان احنا نتحب زي ما احنا، ده كله بيكبر معانا وبيفضل جوه عقلنا. يعني باختصار الصوت الداخلي هو الطريقة اللي مخك شايفك بيها، او الطريقة اللي مخك سمع الناس في طفولتك شايفينك بيها. الناس دول ممكن يكونوا الاهل، الاخوات، المدرسين، القرايب، ممكن اي حد. يا ترى الصوت الداخلي ده حقيقي او واقعي؟ اكيد لا، اكيد ولا حقيقي ولا واقعي. ليه؟ لانه صوت اتكون من طفولتنا واحنا اصلا شخصيتنا لسه ما اتبنتش، وصوت مش معتمد على احنا مين، لكن معتمد على اللي حوالينا مين. يعني لو الاب والام كانوا عندهم وعي وكانوا منتبهين لتأثير الكلمة اللي بيقولوها لأطفالهم، غير الاب والام اللي بيكونوا ما عندهمش وعي وبيطلعوا اي كلام وخلاص وهما مش حاسين بده. فالصوت ده اتكون مش على اساس احنا مين، اتكون على اساس ابونا وامنا كانوا مين. فهو مش صوت حقيقي لينا، مش صوت بيوصفنا بجد، هو صوت جوه دماغنا مش راضي يخرج، محتاجين ان احنا نتحكم فيه. ازاي ممكن نتحكم في الصوت ده ونخليه يشتغل لصالحنا مش يشتغل عكسنا؟ في طريقة العلاج المعرفي السلوكي بنحارب الفكرة بفكرة. يعني في صوت في دماغي بيقول لي لا انا غبية، انا ارد عليه بصوت تاني انا اللي ببنيه واقول لا انا مش غبية، انا بجرب عادي، عادي لو فشلت مرة مش مشكلة، هو ده الطبيعي. لو صوت جه في دماغي قال لي انا مش محبوبة، او انا مش مقبولة، او انا مش كفاية، يجي صوت تاني انا اللي ببنيه جوايا يقول لا انا كويسة، انا بشتغل على نفسي، افتكر الحاجات الكويسة، اجرب اني اكتبها في ورقة علشان تكون واضحة قدامي عن طريق التدوين. اهم حاجة في استخدام الصوت الداخلي ده ان احنا نكون عارفين مصدره، هو جاي منين، ونقدر ان احنا نتحكم فيه مش هو اللي يتحكم فينا. في الاول الموضوع مش هيكون سهل، لكن بعد كده هنتعود والصوت القديم هيسكت خالص وهينام، وهيظهر معانا الصوت الجديد اللي احنا بنيناه. وعلشان نبني صوت قوي كويس واعي حكيم، محتاجين ان احنا نعمل ايه؟ محتاجين ان احنا نغير البيئة بتاعة يومنا. البيئة بتاعتنا مش ان احنا هنسيب حتة ونروح حتة تانية، لا احنا ممكن عادي نفضل في نفس المكان، لكن غيرنا البيئة اللي حوالينا. عن طريق ايه؟ عن طريق الناس اللي احنا بنتابعهم على السوشيال ميديا وعلى التيك توك، وعن طريق المسلسلات والافلام اللي احنا بنتابعها ونتفرج عليها، عن طريق الوقت بتاعنا احنا بنقضيه ازاي، بنقضيه في اي حاجة واي تفاهة ولا بنستثمر فيه. يبقى احنا محتاجين نكون واعيين بالصوت الداخلي بتاعنا جاي منين، عارفين هو بيقول لنا ايه، واعيين بان هو مش حقيقتنا ومش بيمثلنا واحنا بنسمعه. لازم نكون منتبهين قوي 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 ليه، ونفرقه عن افكارنا الحقيقية وعن مشاعرنا. وتاني حاجة ان احنا هنغير البيئة بتاعتنا، زي ما قلنا مش شرط المكان، لكن هنغير المدخلات اللي احنا بندخلها جوه عقلنا، لان دي اللي يا اما هتكون صوت قوي حكيم واعي، او
هتفضل ضعيفة، ولو فضلت ضعيفة الصوت الاولاني هيفضل هو القوي. يبقى احنا بنحارب الفكرة بفكرة، بنحارب الصوت بصوت، بنبني صوت جديد جوانا يكون اقوى واوعى واحكم من الصوت القديم اللي مش حقيقي. يا رب الفيديو يكون فاتكم النهاردة، ولو محتاجين تسألوا في اي حاجة، لو محتاجين نتكلم في اي حاجة عندكم الكومنتس مفتوحة، ولو محتاجين جلسات كوتشنج تقدروا تكلمونا على الانستجرام، هحط لكم اللينك، وكمان تقدروا تسألوا على منتجات السمرة. بس